لو عندك شوية شعرية وحليب وسكر يبقى لازم تشوفي وصفتي عشان ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك. اصل سهلة خالص واقتصادية جدا بدون كريمة، ومش هتفتحي الفرن ولا حاجة. وكمان في الفيديو هتلاقي طريقة تفصيلية لصوص الكراميل الخطير اللي كلكم سألتوني عليه. انا بعمله اقتصادي جدا يا جماعة. وفي فيديو النهاردة في خطوة حصرية كده لصوص الكراميل هتعجبكم ان شاء الله. سمي بالله وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسيش تحطي لايك. وتعالي يلا نشوف الوصفة بسرعة. في حلة على النار نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة او معلقة كبيرة من الزبدة اللي تفضليه، وعليهم كوبايه من الشعريه. وطبعا الشعريه من الحاجات اللي ما بتاخدش اي وقت على النار، فلازم نقلب فيها بسرعه ما نسيبهاش عشان ما تتحرقش من جنب وتبقى من جنب تاني غامقه وفاتحه يعني. بعد ما تاخد لون الذهبي الحلو هضيف عليها كوبايتين ميه من الحنفيه، كوبايتين بس على كوبايه الشعريه، وهغطي عليها وههدي النار لحد ما الشعريه تشرب كل السوائل اللي انا حطيتها لها. وخلي بالكم علشان بتشربها بسرعه جدا. من الناحيه التانيه بقى مجهزه 3 كوب من الحليب البلدي او المبستر، هضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر. ما تزودوش السكر عشان ما تجزعش، لان احنا لسه هنعمل طبقه من صوص الكراميل. وضفت كمان معلقتين كبار من بودره الكاسترد، انا بستخدم اللي بالفانيليا. لو الكاسترد عندكم ساده مش بالفانيليا ضيفوا انتوا فانيليا سايله او بودره مش هتفرق. الحليب هنا ما يكونش سخن وما يكونش ساقع، يكون بدرجه حراره المطبخ عشان اول ما تنزلوا بيه على الشعريه ما يقطعش. عشان في مشكله بتقابل كتير ان احنا دايما لما بننزل بالحليب على الشعريه بتقطع. ده عشان الحليب بتاعك يا بيبقى سخن جدا يا بيبقى ساقع جدا. يكون الدرجه بتاعته درجه حراره الجو. وبعد ما تحط عليه الكاستر والسكر انزلي بيه على الشعريه. وطبعا الكاسترد زي النشا لازم يغلي علشان طعم النشا اللي فيه ما يبقاش باين. على طول وهي سخنه باخدها وبصبها في الكاسات. كوبايه الشعريه ما شاء الله ملت معايا الست كاسات دول، وما شاء الله الكاسات دي كبيره كمان يا جماعه مش صغيره. ممكن تقدموها كده وتكتفوا بيها، وممكن ترشوا عليها مكسرات، وممكن تحطوا عليها اي صوص حتى لو صوص كراميل جاهز. بس انا النهارده حبيت اعمل عليها طبقه من صوص الكراميل البيتي. وهنعمل النهارده صوص كراميل كده جديد شويه، هنحط عليه اضافه بجد يعني. هي عارفين اللي هي الحاجه ام الاختراع، انا عملتها النهارده. نزلت بكوبايه من السكر، ويفضل صوص الكراميل انه يتكرمل في حاجه الومنيوم او ستانلس. بلاش الحلل او الطاسات المطليه عشان هو حرارته عاليه جدا. والمعلقه اللي في ايدك ما تكونش ستانلس عشان بيكلبش فيها السكر، وما تكونش سيليكون علشان ما نضمنش السيليكون ممكن يسيح لا قدر الله. الخشب ما بيلزقش فيه السكر. واول ما بيبدا السكر يتكرمل من الحواف ببدا ان انا اقلبه لحد ما يكرمل كله. النار هنا متوسطه مش هاديه قوي عشان ما تتعبيش من الوقفه، ومش عاليه عشان ما يتحرقش ويشيط ويبقى طعمه مر. فاحنا عايزينه يبدا يسيح بس كده بالشكل اللي حضرتك شايفاه. انصحك بقى تضيفي كوبايه من الميه المغليه، كوبايه من اللي هي مج الشاي. الميه هنا ضيفيها سخنه، ما تضيفيهاش بارده من الحنفيه. هياخد وقت معاكي طويل قوي في ان انت تفكيه بعد ما يكلبش. وخلي بالك بعدي ايدك وبعدي وشك عن الفوران اللي بيحصل للكراميل ده. وهدي النار لحد ما السكر المكلبش ده كله ما بص ولا حاجه، ده هو هيسيح كل ده مع الحراره. طبعا الحراره هنا متوسطه وكل السكر ساح. تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه. بفتح طبعا برطمان النشا، ما لقيتش نشا. فقلت لازم اتصرف، فعندي كاسترد طبعا بديل النشا. الكاسترد طبعا بيتقل زي النشا بالظبط. فجبت كوبايه ميه وحطيت عليها معلقتين كبار من النشا. وقلت لازم بقى ان انا اعمل الكراميل يعني خلاص واحنا بالليل اصلا ومش هعرف انزل اجيب نشا دلوقتي. فاتصرفت، ضفت معلقتين من الكاستر. وعايزه اقول لكم نقل صوص الكراميل طعمه خطير. انا بعد كده مش هعمله الا بالكاسترد، طعمه جميل جدا. تعالي بقى بعد ما تضيفي النشا او الكاسترد المتاح عندك طبعا هتقلبيه لحد ما يتقل. ازاي تعرفي ان صوص الكراميل بتاعك مظبوط؟ لازم يعمل معاكي كده. تاخدي معلقه كده في طبق وتفرديه، ما يقفلش على بعضه بسرعه. تعرفي ان هو لما يتقل هيبقى جميل ومش هيسيح ومش هيبقى سائل، وهيبقى جميل ومتماسك ويتقطع كده على التحليه بتاعتك او على التورت او على الجاتوهات او على اي حاجه. بتاخديه على طول وهو سخن طبعا بعد ما يغلي. وبصبه في طبق كده يكون كبير واسع علشان يتهوى بسرعه. اول ما بطلع منه البخار لازم نغطي وشه بنايلون او بستريتش راب، بس تلمسي الكراميل يبقى الاسترتش او البلاستيك ملامس الكراميل بعد ما يهدى شويه من البخار عشان ما يسحش لا قدر الله. وبركنه لحد ما يبقى دافي، مش يعني مش درجة حرارة المطبخ، يبقى دافي بس. طبعا هيكون الشعرية بالكاسترد بتاعنا اتجمدت من غير ما تدخل تلاجة ولا حاجة. هو الكاسترد عامل زي النشا برضو بيربط بسرعة. هتكون اتجمدت. تاخدي بقى صوص الكراميل بتاعك الحلو ده اللي عملناه النهارده بالكاسترد مش بالنشا، ولا ضفنا فيه زبده ولا ضفنا فيه حليب ولا ضفنا فيه اي حاجه. تقدروا تحفظوا صوص الكراميل ده عندكم في علبه في التلاجة اسبوع 10 ايام، تستخدموه في الحلويات وفي الجاتوهات والتورت. طعمه خطير جدا واقتصادي، شويه ميه وشويه سكر ونشا او كاسترد مش هتفرق. المهم ان احنا اتصرفنا. دخليها بقى التلاجة، عايزه اقول لك سقعه وترطب. وبصوا كمان صوص الكراميل ما شاء الله مش سايل ومش بيسقط كده من القطعه،
وطعمها خطير. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها، سهله وبسيطه وان شاء الله مكوناتها متوفره عندكم. واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.